اسمعني مزيان. هاد الفيديو موجه لك الا بغيتي حياتك تتبدل. حنا كاملين كنحلموا بالفلوس، كنحلموا بالراحه، وكنحلموا بالحريه الماليه، ولكن الحقيقه قاسيه. اغلب الناس غادي يبقاو فقراء وما غيخرجوش من البلاصه ديالهم. علاش؟ غير حيت كيديروا هاد الاخطاء. اول حاجه هي انك تعيش بلا خطه، كتفيق كل صباح وكتصرف بلا هدف، وكتستغرب كتقول علاش الفلوس ديالي كتسالي بالزربه. باش تبدا تقدم خطوه بخطوه خاصك تعرف بالضبط كل ريال كيدخل وكيخرج فين مشى. ماشي غير تقول ما فهمتش فين مشاو فلوسي، خاصك تكتب وتقسم وتحسب. تاني حاجه انك تعتمد على الدخل القليل بلا تفكير. كتقول دخلي قليل، ما يمكنش نربح بزاف ولا نربح اكتر. هذا خطأ قاتل. اللي كيقدر ينجح ماشي اللي عنده فلوس كثيرة، اللي كيقدر ينجح هو اللي عاقل، هو اللي عنده الصبر وعنده خطة واضحة. ثالث حاجة، كتصرف باش تبان للناس، يعني باش تبين للناس. تقدر تاخد تليفون جديد، ماركات، خرجت ما عندها حتى شي داعي، وفلوسك صفر. هنا كنقول لك غير حبس، الحياة راه ماشي مسابقة، والمظاهر ما غاديش تعطيك الامان المالي. رابع حاجة، كتخاف من الاستثمار، كتخلي فلوسك غير محطوطين في الحساب ديالك. دائما خايف، دائما خايف، خايف من الخسارة. راه المخاطرة المحسوبة هي اللي كتجيب النتائج الكبيرة، وبلا ما تغامر غتبقى ديما في البلاصه نفسها. يعني الا ما غامرتيش ديما حياتك كامله غدوزها في البلاصه ولا في المنطقه الراحه ديالك. خامس حاجه، ديما كتستسلم للعاده القديمه ديالك، كتقول انا داير هكا، ما يمكنش نتبدل، وكتخلي العادات ديالك هي اللي كتحكم في مستقبلك. وكنقول لك الا بغيتي تبدل حياتك خاصك تبدل العادات الصغيره، خاصك تبدل هادوك العادات اليوم قبل غدا. دابا غادي نعطيك الحل ولا السر الحقيقي باش تبدل حياتك الماليه. اول حاجه، نبدا غير مبلغ صغير كل نهار، ماشي ضروري 1000 درهم في الشهر، راه 5 دراهم ولا 10 دراهم في النهار راه قادر باش تبدل حياتك. ثاني حاجه، خاصك دير واحد الميزانيه واضحه، اي حاجه تكتبها دائما، تكون الورقه والستيلو معاك، تكتب المصاريف ديالك، شنو شريتي، شنو خديتي، تكتب الفلوس، تكتب الطوارئ، تكتب فلوس للادخار. اي ثالث حاجه، خاصك تتعلم الاستثمار، خاصك تتعلم تستثمر بطريقه ذكيه. مثلا كتبغي تشري الذهب ولا الاسهم ولا دير واحد المشروع صغير، ديما حط خطه وبدا خطوه بخطوه. رابع حاجه، خاصك دير كروه على المشتريات العشوائيه. كل ما حسيتي براسك باغي تشري شي حاجه بلا سبب، سول راسك واش هاد الحاجه غادي نحتاجها، واش هاد الحاجه الا خديتها غادي تقربني للحريه الماليه. الا كان الجواب هو لا، اذا نخلي فلوسي في جيبي، ما كاينلاش نخسرهم. خامس حاجه هي خاصك تحط واحد الهدف واضح. علاش كتجمع الفلوس؟ حيت ما يمكن لياش نجمع الفلوس وانا ما عنديش هدف. ضروري الا بغيت نجمع الفلوس وما نملش خاص يكون عندي هدف. يعني هاد الفلوس كتجمع فيهم باش تخرج من الفقر، ولا باش تبني شي مشروع، ولا باش تعطي ولادك مستقبل زوين. الهدف هو اللي كيعطيك الصبر وكيخليك تستمر. ودابا عندي لك واحد السؤال، الا بقيتي كدور في بلاصتك بلا خطة، بلا هدف، بلا ادخار، غتبقى فقير. سنة، جوج، 10 سنين، 20 سنة، حتى ملي تولي حياتك مجرد صراعات مع الفلوس.
ولكن الا خديتي القرار اليوم تبدل عاداتك، غتعلم دير خطة، غتبدا تجمع الفلوس، غتولي تتحكم في المستقبل ديالك، واكيد غتخرج من الفقر خطوه بخطوه، ما غاديش تبقى فقير حيت بديتي كتبني مستقبل مالي ديالك. اذا راه السر ماشي في الدخل الكبير، خاصني حتى يكون عندي واحد الدخل كبير عاد نبدا، السر هو في ديك العادات اليوميه الصغيره اللي كدير. اليوم اللي كتقرر تبدل فيه حياتك هو اليوم اللي غتولي فيه اقوى ماليا. ودابا في الاخير كنقول لك الا عجبتك هاد القناه ما تنسانيش من زر الاعجاب وسبسكرايب.